السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية. قطيع من الذئاب الشرسة تهجم على أحد الدواوير بمدينة تازة وتفترس أبنائه والحيوانات بما في ذلك الدجاج والأغنام، وترسل بعض الأشخاص إلى المستعجلات والساكنة تعاين الأضرار. وفي التفاصيل: ذئاب تهاجم دوار بإقليم تازة وتفترس أبنائه. توصلنا بنسخة من شكاية لفائدة ساكن الدوار للركبة بجماعة كفر الغار دائرة تيناس عمالة إقليم تازة موجهة إلى عامل الإقليم هذا. وكشفت شكاية المواطنين أن الذئاب أصبحت تهاجم دوار ركبة بجماعة كفر الغار كلما حل الظلام، بل أحيانا في واضحة النهار، بحثا عن فرائس ومياه للشرب، بعدما لم تعد هذه الحيوانات المفترسة تستطيع العيش في الطبيعة بسبب اختفاء المراعي وجفاف العيون ومجاري المياه. وبحسب المصدر ذاته فإن الهجوم على الدوار المستهدف يتم من طرف الذئاب، وهو الأمر الذي يجعل الكلاب عاجزة عن التصدي لها، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تسببت في إصابات خطيرة تعرض لها مواطنين من ساكنة الدوار قبل أيام. ولا زال بعضهم يرقد في المستشفى الإقليمي ابن باجة يتلقى العلاج بسبب عضات هجوم الذئاب، ناهيك عن حالة رعب لدى الساكنة. وفي القضاء على العديد من الدواجن وبعض الحيوانات التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها. وأفادت ذات الشكاية عن الغياب التام للسلطات المحلية في شخص قائد المنطقة والمسؤول عن المياه والغابات، الذين رغم الشكايات والتضمينات المتعددة لسكنة الدوار إلا أن اللامبالاة هي سيدة الموقف.